بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، عد الحافظ ابن حجر العسقلاني عالما من أعلام المسلمين، وشيخ الإسلام، وأمير المؤمنين في الحديث، ومسند الدنيا في عصره، وصار إطلاق لقب الحافظ عليه كلمة إجماع. وقد قالوا عنه إنه أبرز من كشف عن حقائق صحيح البخاري، وأظهر كنوزه وفوائده وخباياه. وكتابه الفتح فتح من الله ليس له في بابه نظير، والله يمن على من يشاء، لا إله إلا هو. فقد كرس هذا الإمام رحمه الله جهوده لخدمة هذا الكتاب الجليل صحيح الإمام البخاري، فصب صيب علمه الغزير بمختلف مجالاته وفنونه وتفرعاته في شرحه فتح الباري، الذي مكث فيه ربع قرن من الزمان، حتى صار لا يذكر صحيح البخاري إلا ويذكر معه فتح الباري والحافظ ابن حجر العسقلاني. ولقد وفاه تلميذه النجيب الحافظ السخاوي حقه في كتابه القيم الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر. هذا الرجل النادرة من النوادر الذي سلم له العلماء مشرقا ومغربا، قيل أنه كان هناك من هو أحفظ منه وفوق كل ذي علم عليم. ففي ترجمة الإمام أبي العلاء إدريس بن محمد بن حمدون العراقي الحسيني الفاسي المتوفى رحمه الله عام 83 و100 وألف هجرية، كان إماما في علم الحديث محققا فيه حتى انفرد بذلك في عصره واشتهر، فلقب بسيوطي زمانه، واعتبره أبو حفص عمر بن عبد الله الفاسي أحفظ من ابن حجر. وحدث ذات مرة أن كان الشيخ ابن مبارك يدرس كبر الشيخ السنوسي، فجرى ذكره لبعض الأحاديث، فسأل العراقي عمن خرجها، فذكر له على البديهة 6 طرق، فقال: لله درك، لقد تعب ابن حجر ولم يخرج له إلا طريقين. وقد قال عنه العلامة سيدي عبد الله قنون في النبوغ المغربي: كان حافظ المغرب في عصره، حصل على رياسة الحديث فلم ينازع فيها. وقال عنه الدكتور الأستاذ يوسف الكتاني: وقد كان ممن حاز قصب السبق في علم الحديث حفظا ورواية ودراية، ووصل في ذلك إلى غاية الغاية، كما قال عنه أبو عبد الله محمد قاسم جسوس: ولقب بحافظ المغرب كله، كما كان معظما محبوبا محترما مهابا محيا للسنن الميتة، واعتبره الزبيدي حافظ العصر. وقد تفرغ لتدريس كتب الحديث وإقرائها، وخاصة صحيح البخاري الذي كان يتقنه حفظا وضبطا رواية ودراية. وكانت قراءته له ولبقية كتب الحديث قراءة تحقيق وضبط وإتقان واستدراك، كما هو شأنه عندما قرأ الجامع الكبير للسيوطي، حيث استدرك عليه 10,000 حديث قيدها كلها في طرار نسخته. وغير ذلك كثير بالنسبة لكتب السنة والتفسير وغيرها، فإنه كان يستدرك ويعقب على كل ما يقرأ. وقد رزق حافظة واعية لم يرزقها أحد من معاصريه من كثرة فهمه ومطالعته للكتب في مختلف العلوم والفنون، وخاصة كتب التفسير والحديث التي كان يستحضر أغلبها ويعرفها كمعرفته لأصابع يده. قال سيدي عبد الله قنون
في كتبه حرر الكلام على كثير من الأحاديث وبين ما هو الحق فيها، وناقش كبار الحفاظ بكلام كاف واضح شافي. وهكذا نرى أن الحافظ أبا العلاء العراقي هو أنموذج العالم المغربي الحافظ المحدث المسند الذي انتهت إليه رياسة الحديث، وسلم له أكابر هذا الشأن، وبلغ فيه الغاية حفظا ورواية ودراية، ومهر وبهر ودرس ورأس حتى أقر له بالفضل في تلك المراتب شيوخه فمن دونه. وفي هذا أبلغ المثال أن المغرب موطن الرواية والدراية والتحقيق والتدقيق والاستدراك والتعليق. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.